سلام عليكم. يومكم زقطة. المكان كوكب الأرض. الزمان من 201 مليون سنة. كان في إيه؟ وإيه اللي حصل؟ هل الاحتباس الحراري القديم كان أزمة مناخية ولا دعوة مفتوحة للأنواع الجديدة؟ والميد أتلانتيك ريدج مجرد صدع في القشرة الأرضية ولا بوابة سحرية فتحت المحيط؟ وأما ظهرت الأنجيوسبيرمز لأول مرة هل كانت ثورة نباتية ولا مجرد ظهور تجميلية؟ اللارج إجنيوس بروفنسز براكين عملاقة ولا مصانع طبيعية لإعادة تشكيل الكوكب؟ ولما كان ارتفاع مستوى البحر بيبلع الأرض هل كانت الحياة البحرية الجراثية مستمتعة ولا بتصارع علشان تعوم؟ هو الموضوع ده مهم؟ طب مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا احكي. تخيلوا معايا كده انتوا واقفين في غابة ديناصورات من 200 مليون سنة، الهواء تقيل مش عشان فيه تلوث، لا بس علشان كمية ثاني اكسيد الكربون فيه كانت حاجة كده ما بتحصلش غير كل كام 100 مليون سنة. ليه؟ في الفترة الجراسية الغلاف الجوي كان عايش في حفلة من ثاني اكسيد الكربون، المستويات كانت اعلى من اللي عندنا دلوقتي باضعاف، بنتكلم في حدود ال1000 ل 2000 جزء في المليون، يعني لو حد مننا اتنقل ساعتها فجأة احتمال يدوخ قبل ما يشوف اول ديناصور، بس لحظة، ده مش معناه ان الارض كانت بتتخنق، لا النباتات كانت مزدهرة. ليه؟ علشان ثاني اكسيد الكربون بالنسبه ليها زي الاكسجين بالنسبه لينا، كل ما زاد النمو، وده ساعد الغابات الاستوائيه تنفجر حوالين الكوكب. طب والاكسجين؟ هنا الامور مش واضحه قوي، في دراسات بتقول ان مستويات الاكسجين كانت مستقره حوالين ال 15%، اقل من النسبه اللي عندنا النهارده اللي هي تقريبا 21%، يعني تتنفسوا نص نفس تقريبا. بس الكائنات اللي كانت عايشه وقتها متعوده على كده. بس في راي تاني وده مثير للاهتمام شويه، بيقول ان الاكسجين زاد في الجزء الثاني من الفتره الجراسيه. ليه؟ بسبب زيادة النباتات اللي كانت بتمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين، خاصة في الغابات الكثيفة اللي كانت بتغطي قارات زي لوراسيا وجوندوانا، يعني كوكب الأرض ساعتها كان بيجرب ميزة التنفس العميق بس اللي يعرف يعيش في ظروف صعبة. طب والنتيجة؟ نمو النباتات المجنون، ثاني أكسيد كربون زيادة، يعني بيئة شبه مثالية للديناصورات أكلة العشب، كل ما في النباتات كان أخضر سميك وبيكبر بسرعة، بس ده جاب نتيجة عكسية برضه، زيادة النباتات دي كانت بتأثر على الدورات المناخية لأنها بتغير كمية الغازات في الغلاف الجوي، يعني اللي حصل فوق أثر تحت والعكس صحيح. في علماء قالوا العكس، في أبحاث بتشكك في دقة الأرقام اللي اتقالت عن مستويات الأكسجين، بيقولوا إن القياسات المعتمدة على فقاعات الغازات اللي محفوظة في الصخور أو الكهرمان مش دايما دقيقة. وفي كمان دراسة من 2021 بتقول إن الغلاف الجوي في الجراسي كان فيه تقلبات كتير، وإن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون كانوا بيطلعوا وينزلوا على حسب النشاط البركاني وتفتت الصخور القارية. وده ياخدنا لسؤال الحلقة، هل كان الجو وقتها صحي؟ يعني لو أي حد فينا اتنقل فجأة للفترة الجراسية كان هيقدر يتنفس؟ ولا أول شهيق كان هيبقى آخر واحد؟ الجواب يعتمد على فين بالظبط ووقت إيه من الفترة الجراسية، لأن الغلاف الجوي ما كانش ثابت وكان بيتغير بسرعة زي مود كوكب الأرض. بس الكلام عن الجو والهواء مش هيكمل من غير ما نتكلم عن الطقس بقى، درجات الحراره والرطوبه والمطر اللي بينزل على راس الديناصورات. عارفين الاحساس لما تصحوا الصبح وتلاقوا الدنيا شمس نار والرطوبه خانقاكوا والميه بدات تدخل الشقه من البلكونه؟ اهلا بيكم في الفتره الجراسيه، بس على مستوى كوكب كامل مش شقه في الدور الارضي. ليه؟ هو ايه اللي كان بيحصل للمناخ وقتها؟ الفتره الجراسيه كانت في عز حاله تاثير الصوب الجرين هاوس افكت، درجات الحراره كانت اعلى من دلوقتي بكتير، واغلب الكوكب كان دافي بزياده لدرجه ان القطبين نفسهم تقريبا ما كانش فيهم ثلج، يعني مفيش شتاء مفيش ثلج، والديناصورات كانت بتصيف طول السنه حتى لو في الجنوب البعيد. بس خدوا بالكم الحراره ما كانتش متوزعه بعدل، المناطق القريبه من خط الاستواء كانت بتغلي، اما المناطق اللي كانت في نص القارات او على الاطراف فكان فيها تغير حسب المواسم، يعني اللي في قاره يوراسيا كان بيعرق غير اللي في قاره جوندوانا. طب ايه سبب الحراره دي كلها؟ الجواب في 3 كلمات، ثاني اكسيد الكربون. زي ما قلنا نسبته كانت عاليه جدا، وده خلى الاشعه الشمسيه تتحبس جوه الغلاف الجوي وتحول الكوكب لفرن ضخم. بس في علماء بيقولوا لا، ثاني اكسيد الكربون مش لوحده، بيقترحوا ان الشمس كانت اضعف شويه من دلوقتي، وان الحراره حصلت بسبب عوامل تانية زي حركه القارات وتفتت بنجيه، والغازات اللي طلعت من البراكين واللي هنتكلم عنها كمان شويه، والتيارات البحريه اللي كانت بتوزع الحراره بشكل مختلف. طيب والبحر؟ انتوا فاكرين البحر كان في مكانه؟ البحر وقتها قال لك انا طالع وهوسع شويه، وفعلا مستوى سطح البحر ابتدى يرتفع لمستويات خرافيه. ليه؟ مفيش جليد بيتجمع في القطبين، والقشره الارضيه كانت بتسخن وتتوسع، فالبحر بيغرق اجزاء كبيره من الارض، وده خلى السواحل تختفي في اماكن، وابتدت تظهر بيئات بحريه ضحله وسط القارات مليانه حياه بحريه وطحالب وسلاحف وسمك غريب الشكل. بس مش كل الاماكن اتاثرت بنفس الطريقه، اللي في المناطق المنخفضه اتغطت، واللي في المرتفعات نجا مؤقتا لحد ما الارض نفسها اتكسرت وحصلت تغيرات تانيه. طيب هل كل العلماء متفقين على ده؟ مش بالظبط،
في دراسات حديثه بتقول ان المناخ الجراسي ما كانش مستقر قوي، وانه في تقلبات مناخيه محليه كانت بتحصل. في مناطق كانت بتعاني من جفاف طويل، ومناطق تانية كان بيغرقها المطر باستمرار. يعني كان عندهم نشره جويه بس بمزاج الديناصورات. وفي باحثين بيشككوا في فكره ان مستوى البحر كان عالي طول الفتره الجراسيه، بيقولوا انه ارتفع في مراحل وانخفض في مراحل تانية بسبب حركه الصفائح، خصوصا مع فتح البحر الاطلنطي وتمدده. وده يخلينا نسال، هل كانت الحياه سهله وسط الاجواء دي، ولا الديناصورات كانت بتتسبب عرقا زينا؟ الحقيقه الحيوانات وقتها كانت متاقلمه، لكن كل تغيير بسيط في المناخ او البحر كان بيؤدي لاضطرابات في النظام البيئي بالكامل. طيب لو قلنا ان الجو سخن والبحر عالي، يبقى لازم نسال مين اللي سخن الدنيا كده؟ المفاجاه ان في متهم مش سهل خالص. براكين كانت عامله دوشه وشغاله 24 ساعه. واولا خلينا نوضح شويه مصطلحات. النشاط البركاني الفولكانيك اكتيفيتي ده معناه خروج حمم وغازات ورماد من باطن الارض، وغالبا بيبقى بسبب حركه الصفائح التكتونيه. ولما ده يحصل لفتره طويله او في مناطق واسعه بنسميه اللارج igneous provinces او اقاليم ناريه ضخمه. ايه اللي كان بيحصل بقى في الفتره الجراسيه؟ النشاط البركاني ما كانش حدث عادي، دي كانت فتره فيها انفجارات مستمره، حمم بتطلع وغازات بتنتشر والارض نفسها بتتشقق. اشهر المناطق اللي كانت شغاله شغل تقيل وقتها وسط المحيط الاطلنطي، واللي كان بيتفتح ساعتها، ومناطق جنوب افريقيا والبرازيل حاليا، واللي كانت لسه ملزوقه في بعض. والنتيجه ضخ غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو بكميات رهيبه، وده زود ظاهره الاحتباس الحراري. وضخ غازات تانية زي ثاني اكسيد الكبريت، وده ساهم في امطار حمضيه. والرماد البركاني غطى مناطق واسعه وقتل كل حاجه تحتها، بس برضه مش كل الاماكن اتاثرت بنفس الطريقه. المناطق القريبه من مراكز النشاط البركاني كانت كانها داخل فيلم نهايه العالم، هواء سام وحراره قاتله وسما سودا من الرماد وموت جماعي الكائنات كتير. لكن في مناطق بعيده الرماد وصل لها على شكل غبار، وده غير طبيعه التربه وخلاها خصبه اكتر. يعني كارثه حصلت فوائد بس بعد سنين. طيب هل كل العلماء متفقين على اللي حصل؟ لا طبعا، في اختلافات. في فريق بيقول ان النشاط البركاني كان السبب الرئيسي في ارتفاع درجه الحراره وتغير المناخ، وبالتالي تغير الحياه كلها. لكن فريق تاني بيقول ان التاثير كان محدود في الوقت والمكان، وان الديناصورات وحيوانات الفتره الجراسيه ما تاثروش جامد. يعني في كمان فرضيات بتقول ان البراكين ساعدت على انتشار النباتات بعد ما خلت الارض خصبه وخلت الاشجار تاخد فرصتها في السيطره. طيب وازاي الكائنات اتاقلمت؟ ده سؤال مهم. الحيوانات اللي عاشت في الفترة دي كانت ما بين يا قاتل يا مقتول. في كائنات انقرضت بسبب الحرارة أو الغازات، وفي كائنات اتطورت بسرعة علشان تقدر تتعايش مع الأجواء الجديدة، وفي ديناصورات صغيرة مثلا بدأت تعيش في بحور هروبا من الرماد. طيب والبحر؟ البراكين اللي كانت في قاع المحيطات برضه ما سكتتش، كانت بتضخ معادن وسخونه، وده غير تركيب الميه فاثر على الكائنات البحريه اللي كانت عايشه في بيئه مستقره فجاه اتحولت لحمام بخار. بس اللي يمكن ما كناش متوقعينه ان وسط كل الخراب ده في كائنات خضراء طلعت من قلب الرماد، نباتات قويه عنيده وشبه ابديه، نباتات كانت بتزدهر. والله وسط الدوشه دي كلها في نوع نبات معين قال لك الفرصه فرصتي واللي يعيش ياما يشوف. وخلونا نتفق على مصطلحات لازم نفهمها. النباتات عاديه البذور الجيمنوسبيرمز دي نباتات بتنتج بذور من غير ما تغلفها في ثمر، يعني البذره كده طالعه على المكشوف. الغابات الصنوبريه الكونيفر فورستس، الغابات دي مكونه من نباتات زي الصنوبر والثرو، واوراقهم شبه الابر وخضرتهم بتفضل طول السنه. اللي حصل بالظبط في الفتره الجراسيه انه بعد ما النشاط البركاني خلى التربه اغنى بالمعادن، وبعد ما المناخ بقى دافي ورطب في مناطق كتير، نباتات الجيمنوسبيرمز قررت تحتل الارض حرفيا. في سلاله منهم الصنوبريات سيطروا على الساحه، كانوا منتشرين في اسيا وافريقيا وامريكا الشماليه وحتى القاره القطبيه الجنوبيه. القطب الجنوبي زمان ما كانش متلج قوي كده، كان فيه غابات. طب ليه بالذات النباتات دي هي اللي سيطرت؟ لانها ما كانتش محتاجه حيوانات علشان تنقل اللقاح، الرياح كانت كفايه، وبذورها كانت بتقدر تعيش في ظروف قاسيه، واوراقها الضيقه بتقلل فقدان الميه. يعني كانها نباتات نازله امتحان ثانويه عامه، مركزه مش مشتته ومقفله كل الشباتر اللي تضيع منها 1%. طب هل فعلا سيطروا لوحدهم؟ لا، في علماء بيقولوا ان النباتات دي سيطرت فعلا، لكن في ادله بتقول انه في انواع تانية كانت موجوده بس على نطاق اضيق ومش واخده الضوء الاعلامي اللي الجيمنوسبيرمز كانوا واخدينه، وفي احتمال انه في انواع تانية من النباتات كانت لسه بتتطور وهنقابلهم بعد شويه. طب والديناصورات كانت بتاكل النباتات دي؟ كتير من الديناصورات النباتيه كانوا بيعيشوا وسط الغابات الصنوبريه وبيتعاملوا معاها كانها بوفيه مفتوح، لكن برضه في انواع من الديناصورات وبالذات اللي ليها رقاب طويله زي الديبلودوكس كانوا قادرين يوصلوا لاعلى الاغصان وياكلوا اللي مش الكل يقدر عليه. طيب وهل كل ده كان في كل مكان؟ لا، حسب المنطقة. في المناطق القريبة من خط الاستواء كانت الغابات متنوعة أكتر، لكن الصنوبريات فضلت مهيمنة، وفي المناطق القطبية النباتات كانت أقل لكن برضه الصنوبريات موجودة. وفي أماكن زي الصين وأستراليا ظهر تنوع نباتي لافت، وده هنرجع له كمان شوية. بس فجأة في آخر الفترة الجراسية الدنيا اتغيرت تاني، وظهرت نباتات شكلهم غريب بيطلعوا ورد في الفترة الجراسية. يا جماعة اللي سامعينه صح، في وقت الديناصورات العملاقة والبركان اللي بيحدف حمم والمناخ المتقلب، الطبيعة قررت تجرب حاجة جديدة، وردة. النباتات المزهرة الانجيوسبيرمز هي النباتات اللي بتنتج ازهار، واللي بعد كده هتبقى مصدر الفواكه والخضار وكل الحاجات اللطيفة اللي بتحبوها، بس ساعتها كانت لسه بتزحف على استحياء ومحدش كان واخد باله منها.
طب فين كانت بتظهر النباتات دي؟ الدلائل الحفريه بتقول ان اوائل النباتات المزهره ظهرت في اماكن متفرقه، والارجح انها كانت في مناطق جنوب شرق اسيا وما حولها، مش غابات عملاقه ولا ورد بيغطي الارض، لا كانت نباتات صغيره متوزعه هنا وهناك، زي كأن في حفله والديناصورات عاملين دوشه وفجاه نبات صغير بيطلع ورده ويقول انا هنا، بس محدش سامع غير الطبيعه. طيب ايه الفرق بينها وبين الصنوبريات؟ النباتات المزهره بتعتمد على الحشرات او الرياح لنقل اللقاح، ودي خطوه عبقريه للطبيعه، واوراقها كانت ارق، بتنمو اسرع وبتتكيف اسرع مع الظروف المتغيره، والاهم ان ظهورها كان بدايه تحول طويل المدى في تركيبه النباتات على الارض. طيب هل سيطروا على طول اول ما طلعوا؟ لا خالص، الصنوبريات كانت لسه في عز مجدها، بس النباتات المزهره بدات تاخد مكان في الزحف، وفي اماكن بدا يظهر توازن جديد بين النباتين، بس الصراحه الغلبه كانت لسه للصنوبريات لحد ما نعدي الفتره الجراسيه وندخل على العصر اللي بعده. في علماء بيقولوا ان النباتات المزهره ظهرت فعلا في اواخر الفتره الجراسيه، وفي راي تاني بيقول لا، ممكن تكون ظهرت فعليا في بدايه الفتره اللي بعدها. يعني ايه؟ يعني لسه مفيش اجماع تام والموضوع مفتوح للنقاش. طب وده معناه ايه؟ معناه ان الطبيعه وهي بتتعامل مع البراكين، تغير المناخ، انقسام القارات، كانت برضه بتجرب تغييرات هاديه ودقيقه وممكن ما تبانش وقتها، لكن هتغير شكل الحياه بعدين. بس واحنا مشغولين بالزهور والبذور، البحر كان بيغلي حرفيا، وفي كائنات مرعبه بتتحرك جوه، شعب مرجانيه بتتبني، واسماك مفترسه بتتطور، وحياه كامله في الاعماق بتعيد رسم الخريطه. لو كنتم فاكرين ان كل الحركه كانت على الارض، فاستنوا لحد ما تشوفوا اللي كان بيحصل تحت سطح البحر. المحيطات الجراسيه كانت مسارح مفتوحه لمعركه بقاء. تعالوا نبدا من اول الكون. في الفتره الجراسيه مستوى البحر كان عالي بسبب المناخ الدافئ، وده خلى اجزاء ضخمه من الارض تتحول لخليج كبير واحد مليان حياه وموت احيانا. الشعاب المرجانيه كانت بتزدهر بشكل غير مسبوق، وبتبني هياكل ضخمه، مش بس بتوفر مأوى للكائنات البحريه، لكن كمان بتخلق بيئه كامله حوالين نفسها، زي اللي يبني بيت ويعمل حفله جوه. كل الكائنات عايزه تدخل، بس مش الكل بيطلع حي. طيب مين كان بيلعب دور المفترس؟ الاكسيوسورس اللي شكلهم زي الدولفين بس اعنف، والبليزيوسورس رقبه طويله واسنان حاده ونظره مش مطمنه، والقرش البدائي ايوه موجود من زمان ومش سايب حد في حاله. كل واحد فيهم كان ليه طريقته في الصيد، من الكماين للمطارده المباشره. طب وفين الصغيرين؟ الرخويات ونجوم البحر والقشريات واسماك صغيره بتستخبى في الشعب المرجانيه، كلهم كانوا جزء من شبكه غذائيه معقده ومتنوعه بشكل مذهل. لكن مش كل مكان في البحر كان زي التاني، في مناطق كانت غنيه بالشعاب والكائنات، ومناطق تانيه كانت اكثر عزله او فقر في الموارد، وده بيؤكد ان تنوع الحياه البحريه كان بيعتمد على الموقع والتيارات وحتى النشاط البركاني القريب. طب ليه ده مهم؟ لأن البيئة البحرية في الفترة الجراسية مش بس كانت مليانة حياة، لكنها كمان كانت بتشكل ممرات للهجرة وبتتحكم في انتشار الأنواع. تفتكروا لما القارات بدأت تتحرك كان تأثير ده إيه على الحياة؟ هل الكائنات سابت أماكنها؟ هل ظهرت أنواع جديدة؟ ولا في كائنات ما قدرتش تهاجر خالص؟ في الحلقة الجاية هنتكلم عن حركة القارات ونشأة محيطات جديدة وتكسير بنجية القارة الأم. هل تفتت بنجية هو اللي غير شكل الحياة على الأرض؟ وهل الديناصورات كانت ماشية على قارات بتتحرك تحت رجليها؟ استعدوا لحلقة الكوكب بيتكسر، لأن اللي جاي أخطر بكتير. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفة في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتم للمعلومة أو وجهة نظر مختلفة. أما بقى لو حابين تتعمقوا أكتر بس مش لدرجة في المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقة دي والحلقة اللي فاتت. استنوني الحلقة الجاية كتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي فيه. ده مش كلامي، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.